لما تيجي تغسل سنانك ما تغسلهاش بالعرض، ولكن اغسلها بالطول علشان لثتك ما تلتهبش وأسنانك ما تضعفش. وانت بتفرش بيتك ابعد عن السجاجيد اللي ألوانها فاتحة. قبل ما تشتري أي منتج أكل شرب دواء بص على صلاحيته الأول، ولو عدى ربع المدة ما تشتريهوش، خصوصا الحاجات اللي مدة صلاحيتها 6 شهور أو أقل. لما تبقى راكب عربية أو مواصلة وعاوز تتكلم في الموبايل دايما خلي التليفون ناحية جوه مش ناحية الشباك، علشان ما فيش أي حد معدي ينتشه من إيدك ويجري. حصلت قبل كده قدامي على فكرة. هي حاجة غريبة شوية، بس لو عندك مشاكل في القولون اغلي شوية كمون وصفيهم واشربهم زي الشاي هيريحوك. لو اتكسر منك إزازة أو كوباية قبل ما ترميها حطها في علبة الأول واقفلها كويس علشان عامل النظافة ما يتجرحش لو مد إيده في الزبالة. فضي جيوبك من أي مناديل قبل ما تقلع هدومك علشان لو اتغسلت ما تبوظهاش. لو عينك جت في عين حد ارفع ايدك وشاور له بالسلام حتى ولو ما تعرفوش. من الأصول إنك لو هديت غيرك بحاجة واختلفت معاه ما تتكلمش عن الحاجة دي أبدا ولا تحاول تاخدها منه. مش معنى إنك بتحب حد يبقى الحق معاه. اقل المواقف ووزن الأمور وانت تعرف الحق مع حبيبك ولا مع عدوك، وساعتها هتبقى حقاني، وهي دي معنى الشهامة. الاكتئاب ملوش علاقة بالتدين، ممكن الإنسان يكون متدين وعنده اكتئاب. ما تنامش بين المغرب والعشاء، النوم في الوقت ده بيضر الجسم والنفسية أكتر ما بينفعهم. وما تستلفش حاجة من حد إلا لو مضطر وترجعها أحسن من الأول. خدت من حد عربية ترجعها فيها بنزين ومغسولة، خدت من حد هدوم ترجعها نظيفة ومكوية، وهكذا. وما تتعودش على السلف، وما تهزرش مع حد بإيدك. الهزار بالإيد زائد إنه بيقل القيمة ممكن جدا يقلب بجد. لما تشتري تيشيرت بياقة ما تجيبش لون الياقة مختلف عن لون التيشيرت علشان يليق على بنطلونات كتير وما يقيدكش ببنطلون واحد. الأصعب من المصيبة هو إن ما يبقاش عندك اللي يقسمك فيها ويهونها عليك. وطول ما انت عايش في قرية صعب يتكتم لك سر وصعب تسلم من عيون الناس. لو هتخس خس عشان خاطر نفسك، ولو هتتخطبي اتخطبي لانك عندك قبول للجوازة، ولو هتجيب تليفون جديد هاته لانك حبه، ولو هتكمل في اي خطوة او تنهيها اعمل ده علشان خاطر نفسك، وسيبك من نظرة الناس والمجتمع. رضا الناس غاية لا تدرك. سلام عليكم.